صباح الخير عيني، شلونكم؟ اليوم راح اسوي طبعا قوز اللحم. عندي هنا لحم عجل، غسلته زين وسلقته. من نشف طبعا حمسته وخليته يسلق، وهنا أنا راح اطبه بالفرن. خليت له بس ملح وفلفل اسود. طبعا بالسلق خلت له بهارات من حمسته ومبصرة وبصل. هنا ارش له هاي الرشة الخفيفة فلفل اسود وملح وزيت زيتون وادخله الفرن. طبعا طعمه كلش طيب. وهذا اللحم لحم عجل مو لحم غنم. قطع كبار باعه متفتت. وأشغل الفرن ماكو بالفرن 10 دقايق وخلاص. هنا أنا التمن سويته ألوان، وحمست اللوز والكشمش. تمن طبعا أبيض وضفت له الألوان. وهاي غدانا اليوم، ولافة قبل يوم مرق عنب. وهاي شكل غدانا. وطبعا طرش وهاي ما صورت السفرة. هنا أنا عيد ميلاد بنتي راح أسوي كيكة بسيطة أي أحد يقدر يسويها. الكيك طبعا قطع جاهزة لأن ما لحقت أسوي كيكة. هاي يبيعوها بالماركت. هنا أنا حليب أو تحطوا لها شو اسمه عسل. هنا أنا بالحليب خففت حليب أضيف، وبعدين أضيف الكريمة. هنا عندي كريمة فراولة وراح أخلي حشيها مربى فراولة، تطلع طعمها كلش طيب. وعندي نوتيلا هم أحشيها وجوز. وخلاص أبدي أزينها تزيين بسيط، يعني أي أحد يقدر يزينها هذا التزيين الكيك ويصير طعمه طيب. وبالبيت أحسن من البرة غالي وما طيب. هاي أبدي شوية على كيفي أضيف هاي مربى الفراولة، يعني شوية مصورة على البطيء. وأضيف القطعة يعني ثانية فوقها. هنا انتوا الحشوة اللي تحبوها، أي حشوة أو بس كريمة عادي. اللي ما يحب حشو بس كريمة. أكو ناس تحب فواكه مثلا فراولة موز خوخ قطع عادي. هالقطعة الثانية أنا راح أسوي 3 قطع. هنا أنا هم أضيف الحليب أو شوية قطر يعني خفيف، أو عسل تضيفوه. والكريمة هنا الكريمة عندي بيضة، وأضيف عليها النوتيلا. انتو عادي يعني قلت كل واحد حسب الرغبة. هنا يعني مو ذيك الخبرة بالكيك، بس يعني أقدر أسوي دائما أسوي هذا الكيك. ويعني أنا أسويها بالبيت الكيكة، بس هالمرة جبت هالقطع الجاهزة، يعني شفتها أسهل وأسرع، وهم طعمها طيب مثل الكيك الجاهز. هنا أنا عندي جوز هم ضفته، والقطعة الثالثة. هاي انتو التزيين حسب الرغبة. هنا أنا أضيف القطعة الثالثة، وراح أبدي الكريمة أضيفها على الكيك. الكريمة هنا أنا مو بيضة، لونتها عندي لون وردي ضفت الهياه، أو هو أحمر بس خففته يعني شوية. ضفت شي قليل على مود يصير وردي، صار وردي فاتح حلو تزيينها. وطلعت الكيكة طيبة وفرحت بيها بنتي الصغيرونة. أنا دائما هذا الكيك أسويه يعني بالبيت، ما أشتريه جاهز. باع شوية على كيفي أزين بيها. هنا أنا يعني قاط واحد ودخلتها بالفريز أو بالثلاجة لحد ما شوية تجمد، وطلعتها وزينتها تزيين الثاني. باع شوية على كيفي. هنا أنا خلصت دخلتها الفريز. وهنا أنا من شفت الكريمة جمدت، هاي أسوي هاي الحركة يعني أزينها تزيينها مع البطيء.
هاي تقدرون مال كيك موجودة بكل الماركتات تشتروها. هنا أنا خلصتها وهاي شكلها، وهذا بديت سويت لها النفاخ، وهاي فرحتها طفلة، الطفل يفرح يحب هاي السوالف. صار بسيط يعني مو ذاك هذا، حتى ما سويت يعني باقي حلويات، بس الكيكة. وهذا هاي عيد ميلادها، فرحناها فرحت ولعبوا شوية. هاي هي توتة، وهذا ابن أختي. وهنا حبايبي مع ألف سلامة.